السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا مصطفى محمد، وباذن الله في الفيديو ده جاي اكلمك على رياكت 19.2. التحديث ده نزل فيه شويه فيتشرز مهمين جدا لينا كرياكت ديفلوبر، وباذن الله هيبقى الفيديو ده مفيد جدا ليك. حتى هنا في شويه نوتابل تشينج كده، شويه باجز اتحلت، فالموضوع جميل جدا. التحديث ده يوم 1 اكتوبر، لسه من كام يوم، فاعملوا لنا لايك وسبسكرايب بقى عشان نقدر ان شاء الله نغطي لك كل اللي بيحصل جديد اول باول. من غير رغي كتير، تعالوا نبدا نخش على الفيتشرز او نشوف ازاي دي بتساعدنا عن طريق ان شاء الله كود، وهنفهم كل فيتشر بتفيدنا في ايه بالظبط. اول حاجه هنبدا بيها الاكتيفيتي. قبل ما اقول لك يعني ايه اكتيفيتي، تعال نعرف يعني ايه الكونديشنال ريندرنج او الطريقه دي. طبعا انت واحد بتكتب رياكت وعارف يعني دي الطريقه، معناها ان لو الستيت دي او الاز فيزبل دي بالتحديد ترو، اعرض لي البيج دي اسمها كونديشنال ريندرنج. طيب هل الاكتيفيتي جات حلت غيرت الكونديشنال ريندرنج وخلاص؟ لا، الموضوع مش بالشكل كده. طب تعالى كده بسرعه نبص على الاكتيفيتي، وبعد كده نرجع للكونديشنال ريندرنج تاني عشان اقول لك ايه الاختلافات ما بين الاثنين، وامتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي. اوكي، الاكتيفيتي دي عباره عن كومبوننت بيتراب فيه الحاجه اللي انت عايز تعرضها بناء على ستيت معينه، نفس طريقه الكونديشنال ريندرنج بالظبط. ولكن بتبص هنا بروب اسمها مود، فيها الستيت بتاعتك اللي انت بتسبسكرايب عليه. في المثال بتاعي ده اللي هو از فيزبل، لو هي از فيزبل دي بترو خليها فيزبل، لو هي بفولس خليها هيدن. كل الموضوع في كلمه هيدن دي. طب يعني ايه يا مصطفى؟ يعني هي لو بترو هيظهرها، طب لو فولس هيعمل لها هيدن. طب ما ايه المشكله يا مصطفى؟ ما هو ده كان بيحصل فعلا في الكونديشنال ريندرنج. اقول لك لا يا صديقي، بص للرياكتيف تولز هتعرف لما الستيت دي بتبقى فولس، فده معناه ان دي بتتشال اصلا من الدوم عندي، واما بتيجي تبقى بترو تاني بيروح يعمل لها كرييشن تاني. فده معناه ان لو انا غيرت ستيت معينه جوه البيج دي، كل مره بيتوجل ما بين ترو وفولس بيرجع للانيشال ستيت تاني. ليه؟ عشان هو ما عملهاش هيدن، ما خفهاش، هو شالها من الدم اصلا. ودي مشكله كانت بتقابلنا جدا. بتقابلنا فين؟ هوريك دلوقتي بتقابلنا فين. بس دلوقتي الاكتيفيتي دي جت عالجت المشكله دي. ايوه، ازاي برضو جت عالجتها؟ ان هي دلوقتي بقت بتباصي حاجه، او بتخلي الكومبوننت بتاعك ده اللي بناء على الكونديشنال ريندرنج مش بيختفي، مش بيتشال من الدم، ودي حاجه مهمه جدا. طبعا ده كلام كتير ممكن تقراه، اللي احنا بنشرحه يعني مش حاجه يعني صعبه، اقراها انت عادي مش مشكله. وخلينا نخش في المثال العملي. لو نزلنا هنا دلوقتي هتلاقي بيقول لك ايه، خش على اكتيفيتي دوكس، ننزل هنا عشان نشوف الامثله بشكل واضح. ده عامل مثال بيقول لك restoring the state of hidden components. ده is shown sidebar. لو دي بترو فاليو فده معناه ان هيظهر السايد بار، وده كونديشنال ريندرنج اللي اتفقنا عليه. طيب الاكتيفيتي دي ده انا اكزامبل تاني بقول لك but unmounting a component destroys its internal state. تعالى بقى نشوف الموضوع ده بشكل كويس. تعالى ننزل كده تحت. انا عندي ايه؟ عندي اب كومبوننت وعندي سايد بار كومبوننت. السايد بار ده في ايه؟ حاجه اسمها ستيت اسمها expanded وسيت از expanded. اوكي، وهنا البوتون ده بيعمل لي ايه؟ بيحول لي دي من لو هي ترو بتبقى فولس، وفولس بتبقى ترو، اوبوزيت الفاليو اللي موجوده. اوكي، وهنا لو هي از اكسباندد، تمام، اعرض لي السكشن 1 سكشن 2 سكشن 3 بالشكل ده كده. يعني لو انا ضغطت كده المفروض هيحول الاكسباندد دي من فولس لترو، وهيظهر لي الحاجات دي. وبناء هنا هعمل كونديشنال ريندرنج بشكل عادي، مفيش مشكله، عشان اعرفك ان هي مش جايه تغير اصلا دي. اوكي، طب المشكله فين بقى دلوقتي؟ ركز معايا، نبص للاب جي اس. انا بقول له هنا برضو نفس الطريقه، لو عندي الشون سايد بار، وهنا بالديفولت بتاعها بترو، ولو هي بترو اعرض لي السايد بار، وهنا في بوتن بيغير بيعمل اوبوزيت الفاليو اللي موجوده. كل الكلام ده انت عارفه ومفيش عندك اي فيه مشكله. اوكي، هنا بقى اللي بيحصل، خلي بالك، خلينا نركز على المثال ده. الاوفر فيو دي كانت باي ديفولت ايه؟ فولس، صح؟ لما ضغطت عليها خليتها بترو، كده انا غيرت الستيت اللي هنا. طيب لو انا عملت توجل سايد بار، قفلت السايد بار وفتحته تاني، لقينا ايه؟ لقينا الاوفر فيو دي انا كنت فاتحها، يعني نجرب تاني، اتقفلت. ليه؟ عشان هو شالها من الدوم ورجع بنى السايد بار ده من اول وجديد، حطه تاني في الدوم. تمام، هو شاله من الدوم ورجع حطه تاني في الدوم، خلينا نقول كده. ماشي، فطبعا رجع للانيشال فاليو. الانيشال فاليو ده اللي كان الكومبوننت عليه كان ايه؟ السايد بار كان بفولس. فدي بقى المشكله، لو انا غيرت في ستيت معينه عشان هو اوريدي بيشيله من الضم خالص، فده معناه لما بيحصل كده بيرجع لي تاني الانيشال ستيت اللي كانت موجوده. ولكن الاكتيفيتي جت عالجت المشكله دي. تعالى كده ننزل تحت شويه، نفس المثال بالظبط، نفس كل حاجه. هنبص على السايد بار هنلاقي برضو نفس الاكسباندد بفولس، وهنا الاوبوزيت نفس البوتون اللي بيغير الاكسباندد، وهنا نفس الايه
الكونديشنال ريندرنج عشان اقول لك ده مش بيغير المفهوم ده، هو بيقول لك بس في حاله انك عايز الستيت بتاعتك يعني لو في انترنال ستيت ولا حاجه انت عايز تخفي العنصر ده ويبقى محتفظ بالستيت بتاعته عشان لما تيجي تستدعيه تاني يبقى كل حاجه تمام، اعمل الطريقه دي. تمام. نيجي نبص هنا التغيير فين هنا في الاب دوت جي اس. تعالى كده نبص الشون سايد بار نفس الموضوع ترو. هنا بقى ايه بصين عملنا رابنج للسايد بار جوه الاكتيفيتي وهنا قلنا له اس شون سايد بار فيزبل اور هيدن. تعالى بقى نبدا نشوف كده الديفولت فاليو بتاعتها ايه. هنا فولس وهنا زي ما انت شايف فعلا ان هي فولس. هنفتح الاوفر فيو دلوقتي. لو عملنا تاجل سايد بار وعملنا تاجل سايد بار تاني معروفه دلوقتي لو انا كلامي صح ان هيرجع الكومبوننت ده اختفى، وانا كان اخر ابديت عامله ان الاكسباندد دي ظاهره. يعني دلوقتي المفروض ان السايد بار دي الستيت دي اتغيرت بقت بترو، فدلوقتي لو فتحت السايد بار او اعرضته عملت له الشوينج فده معناه ان هترجع تاني مفتوحه بالظبط كده، ترجع تاني ظاهره. ليه بقى؟ عشان اوريدي انا ما عملت هيدن، انا ما شلتش العنصر من الدوم ولكن عملت هيدن. انا عدت في الحاجات دي كتيره جدا عشان بس ايه في ناس كتير بتلخبط ما بين الاثنين او ممكن يكون عندها مشكله. برضو ممكن نعمل الموضوع ده في مثال تاني. دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي كونتاكت بيج ده 2 تابس هوم وكونتاكت. اوكي ممكن اكتب هنا سي هاي مثلا شادو كودينج مفيش مشكله. ولو رحت للهوم باي ديفولت لو رجعت تاني عشان هو هيشيله من الدوم عشان دي طريقه الكونديشنال ريندرنج فمش هلاقي التكست اللي انا كتبته مفيش مشكله. لكن لو عملت رابنج للموضوع ده جوه الاكتيفيتي انت ببص انت على الكود عشان مش عايز اطول عليك هتلاقي كل حاجه تمام. تعالى كده نكتب say hi shadow coding with activity. تعالى كده نبص نرجع للهوم نرجع للكونتاكت نفس كل حاجه زي الفل. اقرا بقى انت المقال كده ودلع نفسك وما تقلقش كل حاجه بديهيه وزي الفل ومفيش فيها اي مشكله. ده الفرق الجوهري ما بين الاثنين. تقدر انت بقى تكمل عشان تعرف توصل لاكبر استفاده ممكنه عشان ما اطولش عليك الجزء ده ونبدا نخش في الفيتشر اللي بعدها. تاني فيتشر معايا اليوز افكت ايفنت. دي فيتشر مهمه جدا وهتوفر علينا شغل كتير جدا في مساله الري ريندرز والحاجات دي. طيب تعالى ناخد المثال اللي قدامنا ده كده عشان تفهم انا قصدي ايه بموضوع اليوز افكت ايفنت وازاي هتوفر علينا شغل. دلوقتي انا عندي فانكشن ده كومبوننت شات روم بياخد هنا الروم اي دي والثيم از بروبس وبناء على الاثنين دول بيعمل لي يوز افكت ويعمل حاجه معينه. طيب ايه الحاجه اللي بيعملها؟ بيروح يكريت كونكشن تمام ومحتاج في الكونكشن ده اليو ار ال وده شيء بديهي ومحتاج الروم اي دي. اوكي ولكن وانا بعمل كونكشن يعني انا عملت كونكشن اما تفتح بقى انا محتاج اشو نوتيفيكيشن معينه. تمام النوتيفيكيشن دي هتبقى باسم الثيم يعني مثلا كونكتد مثلا والثيم اللي هو دارك اور لايت وبقيه الكود لوجيك بتاعي. لو انت شايف الكود ده طبعا لو انت مبرمج رياكت شاطر هتبقى عارف ان انا عندي هنا حاجتين لو حصلوا هيتم اعاده ريكونكشن تاني او اليوز افكت دي هتشتغل تاني مرتين. بناء على ايه؟ بناء على الديبندنسيز اللي انا ببصها هنا. شرحنا الموضوع ده قبل كده في اليوز افكت وبسطناها بالتبسيط الممل وشرحنا فيها كل حاجه عشان تبقى فاهمها بالظبط. ارجع للفيديوهات هتلاقيني شرح لك كل حاجه ان شاء الله خاصه برياكت حتى في كورس ديزاين باترن معمول وفي هوكس وتبس وحاجات كتيره جدا. فارجع بص على البلاي ليست ان شاء الله تلاقي حاجات كتيره جدا مفيده او ان شاء الله هفتكر باذن الله واحطها لك في الاي اللي فوق هنا. فخلينا الموضوعنا انت عشان رياكت ديفلوبر شاطر عارف ان اليوز افكت دي هترندر لما الروم اي دي يحصل لها تشينج وده مهم جدا ولما السيم يحصل لها تشينج ولكن دي مش مهمه اصلا مش محتاجه في حاجه. طيب هتقول لي حلو انا هعمل ايه كمبرمج شاطر؟ اشيل الثيم دي من هنا اصلا. اقول لك دي حاجه كويسه بس مش ده الحل. ليه؟ عشان هيطلع لك هنا ايرور او ايشيو خاص بالاي اس لينت. هتقول لي خلاص هعمل ديسيبل لينت للحته دي. طب ليه اصلا بيطلع لي الايشيو ده هنا؟ عشان انا مستخدم الثيم بالشكل ده هنا مستخدمها هنا زي ما انت شايف كده. فبقول لي سبسكرايب عليها عشان هيحصل فيها تشينج. لكن لو شلتها من الثيم لو شلتها من الديبندنسيز مش هيبقى في اي مشكله فعلا المشكله هتتحل ولكن هيبقى برضو عندي في هنا ايرور الايسلنت. هتقول لي خلاص هعمل ديسيبل لينت فمش ده الطريقه اللي احنا متعودين عليها اللي احنا نعمل ديسيبل لينت لكل حاجه وخلاص. لا لازم نحل المشكله. اليوز افكت ايفنت بقى جت عالجت لنا المشكله دي. جت عالجتها لنا ازاي؟ بكل بساطه انا عندي الثيم دي مش عايز اعمل لها عايز امسكها مش عايز اخليها تري ريندر الكومبوننت حتى لو اتغيرت. يعني لو انا مثلا فاتح الماسنجر وكنت جوه شات معين ماشي وغيرته من دارك اللايت انا مش عايزه يروح يفتح الكونكشن ده تاني خلاص. ده الفكره يعني. فانا هرابه
جوه حاجه اسمها يوز افكت ايفنت، ودي هتعرف رياكت ان ده السيم دي لو اتغيرت ما تعملش ري ريندر تاني لليوز افكت. بس كده بس كده، ومش هحتاج ان انا بصايا هنا، ومش هيطلع لي ايرور اي سلنت ولا اي حاجه. زي ما انت شايف كده بقول لك، بيحكي لك هنا ايه سبب المشكله، وبيقول لك ازاي تحل المشكله دي اهو. بيقول لك هنا هتيجي تقول له الفانكشن ده الشات روم بتاعي الكومبوننت زي ما انت شايف كده، بقول له اون كونكتد، باصي الاون كونكتد دي، قول له يوز افكت ايفنت، دي فانكشن بتاعتي بتاخد كول باك فانكشن بالشكل اللي انت شايفه ده كده، وهبصي هنا الشو نوتيفيكيشن بالظبط هي جوه هنا. فدلوقتي ده هيسبسكرايب على الثيم تمام كده، وده خارج اليوز افكت زي ما انت شايف كده. وهاجي هنا دلوقتي اقول له ايه كونست، نفس الموضوع، افتح لي الكونكشن بتاعي، والكونكشن دي لما تبقى اون شغل لي الاون كونكتد دي دلوقتي. طب الاون كونكتد دي بتعمل ايه؟ بتروح تشغل يوز افكت ايفنت وتمسك الثيم وتعمل النوتيفيكيشن بتاعتي عادي جدا. وهنا لو بصيت الروم اي دي مش هيبقى عندي اي مشاكل. تمام. دلوقتي هنا في شويه كودز كده ممكن نبص عليهم عشان نفهم برضو الموضوع بشكل افضل. لو نزلنا هنا، ده المثال اللي كنت بعرضه لك، هنا بيشرح اللي انا كنت بقول لك عليه بالظبط. هنا all dependencies declared كده، كل حاجه زي الفل. ولكن عندي مشكله، اللي انا كنت بكلمك فيه بقى هو بيوريه لك عن طريق الكود. دلوقتي انا عندي دلوقتي اب جي اس شات دوت جي اس بيعمل حاجه معينه ونوتيفيكيشن، ماشي، ماليش مشكله في الحاجات دي. النوتيفيكيشنز دي بتبقى دارك او لايت، بتبعت النوتيفيكيشن بشكل معين، انا ماليش علاقه بيها، انا ليه علاقه في اللي بيحصل في الاب او الشات روم بالشكل اللي انت شايفه ده كده. نفس الكود اللي انا وريته لك الروم اي دي. تعالى بقى نبدا نبص للاوتبوت كده اللي انا متوقعه ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا المفروض لما اغير من جنرال لترافل لميوزك يغير لي الروم اي دي بتاعي، ويعرض لي ان هو تم التغيير. تعالى كده نشوف ترافل اهو، كونكتد بترافل، وويلكم تو ذا ترافل روم زي الفل. المفروض ده فعلا يحصل عشان انا غيرت الشات روم بتاعي. الجنرال هيرجع لي تاني الجنرال، ميوزك هيرجع لي تاني. المشكله امتى تبدا بقى؟ لو انا غيرت الثيم ده، يوز دارك ثيم مثلا، قال لي ان هو كونكتد ويرجع لي تاني نوتيفيكيشن. يعني ايه اللي حصل هنا؟ البتاع اشتغلت تاني، طبعا دي مشكله. لو عملت يوز دارك ثيم رجع لي نفس الموضوع ده، الشو نوتيفيكيشن دي ظهرت تاني، وبناء حصل تشينج هنا. انا مش عايز اليوز افكت دي اصلا تشتغل تاني. اليوز افكت دي خلي بالك كانت بتعمل ايه عشان برضو ما ننساش، كانت بتروح تشو النوتيفيكيشن، هي المسؤوله هنا الشو نوتيفيكيشن بالشكل ده كده. لما بكونكتنج خلاص تم الكونكشن، عمليه الكونكشن اون، يظهر لي الكونكتد سيم بالسيم بتاعي زي ما انت شايف كده اهو. تعالى كده نشوف كونكتد والسيم بتاعي دي النوتيفيكيشن دي. طبعا المشكله هنا زي ما بقول لك اهو. تمام. بقول لك ممكن تعمل حاجه هنا، تعالى كده نمشي ورا الخطوات اللي هو بيقول عليها. ده كل اللي انا قلته بالظبط. but the things also dependency ده اللي بقول لك. انت مش محتاج تعمل انك ترندر الكونتنت تاني عن طريق الثيم دي. تمام. تعالى ننزل تحت شويه، بيقول لك دي الطريقه اللي تستخدم بها اليوز افكت ايفنت، انك هتبصها بالشكل ده كده. بيقول لك هنا في مثال للموضوع. ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ ده الكود اللي كان فوق، اللي هنا ده السيرفر يو ار ال بتاعي، ده الاون كونكتد فانكشن، وهنا دي اليوز افكت بالشكل ده كده. تمام. وهنا اللي حصل ان هو باصه الشو نوتيفيكيشن دي جوه اليوز افكت ايفنت، وعاد قدر يستخدمها هنا تاني من غير ما اضطر ان انا حتى اباص الاون كونكتد دي جوه الديبندنسيز بالشكل اللي هنا ده، ومش هيحصل اي مشكله. تعالى كده نبدا نشوف اليوز دارك ثيم ما حصلش، ما ظهرش النوتيفيكيشن. ولكن امتى هتظهر؟ لما اغير الترافل بالشكل ده كده، اغير الاي دي الروم اي دي، كل حاجه زي الفل بالشكل ده كده. طبعا لو شلت ده دلوقتي كده مش هيحصل اي حاجه. ممكن حد شاطر فيك يقول لي خلاص انا هرجع كده للكود القديم واعمل الحل اللي احنا قلناه قبل كده، اللي انا اصلا مش هبصي الثيم هنا. على كده ظهر لي ايه بقى زي ما انت شايف كده؟ قال لي لينت ايرور رياكت هوك يوز افكت هاز ميسنج ديبندنسي سيم. تمام كده. فهو بيقول لي لا انا مش هينفع، لازم ابص السيم هنا عشان اللينت ايرور ده. طبعا لو انت في البراوزر عندك هيعدي المشكله عادي، بس هيبقى في ايشو في الفي اس كود بتاعك او اي الرول عشان الرولز وكده. تمام. فلا احنا هنبسط ثيم ونعمل الحل اللي احنا عملناه قبل كده زي ما انت شايف كده، اللي هو كان موجود هنا. تعالى نظهرها تاني بالشكل ده، نفس بتاع الحل بتاع اليوز افكت ايفنت، وهتحل لي كل المشاكل دي. طبعا هنا في امثله تانية بيقول لك لو انت طبعا عندك التشينج بتاع اليو ار ال ده متغير، ممكن تاخد اليو ار ال ده نفسه وتبصيه جوه اليوز افكت ايفنت. مش هي عباره عن كول باك فانكشن؟ تقدر تاخد هنا بارامتر عادي جدا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده نرجع. تقدر هنا تاخد بارامتر، ولو انت مثلا معتمد على بارامتر دايناميك بارامتر مثلا ولا حاجه. طبعا انا هسيب لك بيت المقاله تقراها عشان مش عايز اطول عليك وقت الفيديو. وده موضوع الايفنت افكت او الافكت ايفنت، وده الطريقه
اللي رياكت بيبعتها لنا عشان نريح دماغنا من موضوع الري ريندرز اللي ملهاش لازمه. واظن كده ان شاء الله تكون انت فهمت الموضوع ماشي ازاي. مجرد شويه قرايه سريعه كده عشان ما ابقاش قلت لك كل حاجه، عشان تطور من نفسك وهتلاقي كل حاجه سهله ان شاء الله. تالت حاجه معايا موضوع الكاش سيجنال. لو انت طبعا متابع القناه هنا هتبقى عارف ان احنا عملنا فيديو بيتكلم ازاي توقف اي فيتش ريكوست، وشرحنا يعني ايه السيجنال بالتفصيل والابورت كنترولر والحاجات دي كلها في الجافا سكريبت. فلازم لو انت مبرمج رياكت انجلر ايا كان تبقى عارف المفهوم ده والكونسبت ده. فروح ان شاء الله راجع وتلاقيه موجود على القناه باسم ازاي توقف اي فيتش ريكوست. شرحت لك الموضوع فيه بالتفصيل، وباذن الله افتكر واحاول احط لك هنا الاي اللي فوق. في الاي اللي فوق الكلام اللي قلته هناك طبعا مش هرجع اشرحه هنا تاني. رياكت دلوقتي بيقدم لنا حاجه، بدل ما نعمل الابورت كنترول او نابورتد او نوقف الفيتش ريكوست ده بايدينا، هو عامل لنا حاجه اسمها كاش سيجنال بنجيبها عن طريق رياكت. ولكن خلي بالك هي بتهندل لنا الموضوع ده لوحدها، ولكن خلي بالك هنا هي شغاله في الرياكت سيرفر كومبوننتس. هتقول لي ايه الرياكت سيرفر كومبوننت ده؟ اقول لك شرحناه قبل كده برضو في فيديو موجود على القناه. شرحنا ايه الفرق ما بين الكلاينت سايد والسيرفر سايد والرياكت سيرفر كومبوننت، وشرحنا الفرق ما بينهم كلهم بتبسيط الدنيا خالص. فارجع برضو للفيديو ده، القناه مليانه شويه حاجات روح اسمعها تتبسط جامد يعني. فدلوقتي خلينا برضو نقول يعني ايه رياكت سيرفر كومبوننت سريعا كده. هو قصده دلوقتي في الحاجات الفيتش ريكوست اللي هيتم عن طريق السيرفر، يعني مش الكلاينت سايد، لا هو بيتكلم على السيرفر سايد. فهو دلوقتي عامل لك حاجه اسمها كاش سيجنال. طبعا في نيكست جي اس انت تقدر تفتش داتا عن طريق السيرفر دايركت يعني. فهو بيتكلم في الموضوع ده في رياكت سيرفر كومبوننت. الكاش سيجنال دي تقدر تستدعيها عن طريق رياكت، وده الامبلمنتيشن بتاعتها، وهي الامبلمنتيشن وهي بتوقف لك كل اللي انت بتعمله جوه الفتش. بتبعت له هنا السيجنال بتاعها الكاش سيجنال، وهو بيهندل لك الموضوع ده كله. هو الموضوع بسيط جدا مش محتاج اصلا شرح. انت لو قريت الموضوع ده هتفهم كل حاجه. بقول لك this allows you to clean up or abort work. abort يعني انت توقف حاجه when the result will no longer be used in cache. خلاص بقى such as React has successfully complete rendering. خلاص React عمل الكومبليت الريندرنج بتاعه، render was aborted، الريندر ده اتوقف خلاص او حصل مشكله في الريندر، render failed. هنا برضو ممكن تخش على الكاش سيجنال دوكس وتقرا الموضوع بالتفصيل، عشان يعني ايه احنا شرحنا الموضوع ده كله قبل كده في ازاي نوقف اي فيتشر ريكوست. مش عايزين نفضل نعيد الكلام تاني. هو كل الفكره رياكت دلوقتي بتديك كاش سيجنال عشان تقدر توقف الفيتش ريكوست، هي تساعدك في الموضوع ده، ولكن الحاجه اللي انت بتفتش عن طريق السيرفر. تمام اوكي مفيش مشكله. لسه ان شاء الله باذن الله يعملوا لنا حاجه عن طريق الكلاينت ويوفروا علينا موضوع السيجنال اللي احنا بنبصها دي. تمام. طيب دلوقتي خلصنا الكاش سيجنال، وهتلاقي كل حاجه ان شاء الله سهله لو قرات بس ايه شويه في الدوكيومنتيشن. رابع حاجه هتكلم عليها موضوع البرفورمانس تراكس. بصراحه هي مش واخده حيز كبير جدا من الفيتشر يعني، وهي حاجه بسيطه جدا. هو بيقول لك ان هو في الست دي الخاصه برياكت 19.2 ضاف نيو سيت كاستم تراكس عشان تقدر تتابع بقى الكومبوننتس بتاعتك والكاستم تراك بتاعها زي ما انت شايف في الصوره دي كده. طبعا عندك الترانزيشن والبلوكن والسسبنس، ان هو الحاجات دي بروفايل ازاي او الحاجات اللي شغاله والحاجات دي. لو بصيت تحت هنا هتعرف معلومات كتيره جدا، بس الموضوع ده مفيد يعني للناس اللي عايزه تتابع الكومبوننتس بتاعتها والكلام ده. والحاجات دي هتلاقيها ان شاء الله في الكروم ديف تولز بالشكل اللي انت شايفه ده. ده مش فيتشر كبيره قوي واصلا مفيش كلام نتكلم عليه فيها يعني، بس هي حاجه اتضافت في رياكت ديف تولز يعني، ممكن تبقى تبص عليها عادي جدا ما فيهاش مشكله. دلوقتي برضو هبدا اتكلم على حاجه كده سريعه لو انت محتاجه اقرا فيها برضو شويه جوه نيو رياكت نون فيتشر البارشال بري ريندرنج. يعني ايه اصلا بري ريندر؟ يعني اللي انا برندر حاجه مسبقا. تمام. طيب رياكت دلوقتي بتسمح لنا اللي احنا نرندر اجزاء ثابته من الاب بتاعنا ونعمل له سيرف على سي دي ان، وبعد كده الاب بتاعي يعمل ريزوم يرندر بقى الدايناميك كونتنت ليتر. اوكي ده الموضوع بشكل عام يعني. تقدر انت بقى لو انت عندك ويب ستريمز والحاجات دي تقدر تبحث فيها عشان تعرف ازاي بنقدر اللي احنا نعمل الموضوع ده وازاي بتعمل له امبلمنتيشن. بس دي فكره البري ريندر بشكل عام، اللي انت يكون عندك ستاتيك كونتنت انت عايز تعمل له ريندر، وهو يكمل بقى الريندر لاحقا بتاع ايه الاجزاء الديناميكيه وكده. ده موضوع البري ريندر، وهتلاقيه هنا ان شاء الله برده سايبه لك في الديسكربشن عشان لو عايز تقرا عنده او كده بشكل ادق. هتلاقيه برده في الدوك بس هو مش واخد حيز كبير قوي يعني، تقدر تقرا عنه برده وتفهم يعني ايه ريزوم بقى والبوست بوندد والحاجات دي كلها. تمام. دلوقتي بقى هنبدا نتكلم على النوتابل تشينج او الفيكسز باجز اللي حصلت في رياكت 19.2. انا عمال بكرر لك الاصدار عشان ايه ما تنساهوش يعني. طيب
دلوقتي برضو ايه اللي حصل لو انت بتستخدم السسبنس عشان اللي هو بالاخر يعني انت بتقول لو الكومبوننت ده بيرندر لسه بيلود اعرض حاجه معينه سواء بقى سبينر بتعرض سكيلتون. طبعا لو انت بتعرض الحاجات دي ومش بتستخدم الباكج اللي اسمها رياكت لودلي فانت خسران كتير جدا. رياكت لودلي فيها فيتشرز كتيره جدا، اي لودر نفسك فيه هتلاقيه موجود، معمول له اكسبيليتي عاليه، برفورمانس قوي جدا، هتقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا. حتى لو انت بتستخدم سكيلتون في كل البروجكت مش هتقعد تبنيه من اول وجديد، لا انت مجرد هتستخدم الاوتو سكيلتون لودر وهتبصي له الكومبوننت بتاعك هو هيرسمه ومش هتعمل اي حاجه. طبعا ده مش اعلان عشان انا اللي عاملها فان شاء الله خش بس على ام بي ام باكج مانجر وتنزلها ان شاء الله، سيبها لك برده في الديسكربشن، هتفيدك جدا في شغلك. وشغاله مع الاس اس ار والكلاينت سايد ريندرنج، شغاله مع رياكت، هي اصلا معموله رياكت، وكمان شغاله مع نيكست من غير يعني، هي شغاله مع الاس اس ار في العموم يعني من غير ما تبصي بقى ايش كلاينت والحاجات دي، هي بتهندل كل حاجه والاكسبيلتي بتاعتها عاليه جدا، مهتمه بالمعايير دي جدا، البرفورمانس عالي جدا، هتوفر عليك شغل كتير جدا جدا ان شاء الله. فما عادش بقى موضوع السكيلتون ده يوجع لك دماغ خالص. فالمهم يعني في حاله انك بتستخدم رياكت لود عشان انت مبرمج شاطر وبتعرض بقى ايه السكيلتون في مرحله السسبنس، كانت رياكت عندها مشكله قبل الاصدار ده ان هي كانت بتجمع لك الحاجات اللي تشانكس، بتبعت لك الحاجات اللي اتحملت عن طريق تشانكس، وكل شويه بيبعت لك حاجه جديده. تعالى كده نبص هنا مثلا، ده حمل وده لسه، فهو بعت لك ده وبعد كده ايه اما ده يحمل هيبعته لك بالشكل ده كده. فدلوقتي ايه اللي بيحصل في التحديث ده؟ ان هو عشان موضوع الاوفر هيد بقى والتشانكس الصغيره اللي بتتبعت دي والريكوستس اللي بيحصل اوفر هيد بعد كده، ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان هو لا بيجمع لك التشانكس دي مع بعض ويبعتها لك مره واحده. فده طبعا الموضوع قللت التشانكس اللي بتبعت، ما بعملش اوفر هيد والكلام ده كله. تاني حاجه برضو ده ابديت نزل لايسلنت بلجن رياكت هوك، ده الفيرجن 6 اللي هو ايسلنت بلجن رياكت هوكس at 6.1.1. ده برضو هيساعدك انك تلاقي المشاكل اللي موجوده في الهوكس اللينت يعني، طبعا انت عارف ايه سلنت يعني، فده ابديت نزل ليهم جديد يعني للهوكس اللي موجود عشان تقدر تتابع المشاكل اللي في الهوكس عندك وكده. وده اللي تشينج لوك ممكن نبقى نبص عليه. فاحنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، ان شاء الله الفيديو يكون سهل وبسيط. لو لسه ما جربتش رياكت لودلي لازم تجربه، والله هتفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. وشيروها بقى في كل مكان كده، وشيروا برضه القناه عشان تشجعونا ان احنا نكمل. الفتره اللي فاتت انقطعنا انا عارف، بس والله انا بحاول دايما نرجع، مضغوط جدا، فشجعونا عشان تساعدونا ان احنا نرجع. الشباب اللي بتسال على المنتور شيب تقدر تكلمني عن طريق لينكد ان شاء الله، سيب لها لينك برضه في الديسكربشن. بنعمل منتور شيب وفي سيشنز فري بتحديد مستوى، موك انترفيوز والحاجات دي. وان انت عايز توصل لطريقك بسرعه وتاخد شورت هاند بس صحيح، ويكون حد بيتابعك وبيديك تاسكات وبيراجع وراك وكل الكلام ده، ايا كان الحته اللي انت فيها، او انت عايز تشتغل في شركه او فريلانس او تعمل حاجه خاصه بيك انت، كل واحده من دول لها توجه. فده احنا من راعيه في المنتور شيب بتاعتنا، فابعت لنا بس على الدي ام ان شاء الله، اسيب لك اللينك بتاع اللينكد ان في الديسكربشن. ولو عايز يعني تدعم القناه بقى ماديا او معنويا اعمل كده يا عم، الموضوع بسيط. ماديا عن طريق شادو كودينج انستا باي، برضو هتلاقي ان شاء الله سايب لك اللينك في الديسكربشن او اليوزر نيم، ابعت لنا برضو اي حاجه يعني وتقدر تدعمنا طبعا معنويا، انك تدي لنا دعوه حلوه، تشير الفيديو ده في كل مكان، تعمل لايك، تتابع الفيديوهات القديمه، وتشجعنا ان شاء الله ان احنا نعمل فيديوهات جديده. وبس كده، مش عايز اطول عليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دعواتكم، واشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم.